من بين صفحات التاريخ تكمن حكايات عظيمة مليئة بالشجاعة والابتكار والدراما الإنسانية. في هذا الفيلم الوثائقي سنعود بالزمن إلى الوراء لنكشف أسرار حضارة. اسم الحضارة أو الفترة التاريخية. سنستكشف أحداث أو شخصيات تاريخية محددة ونعيد بناء الماضي ونفهم كيف شكلت هذه الأحداث عالمنا اليوم. عثر في مصر حتى الآن ما لا يقل عن 138 هرما محددا تعود لملوك مصر وملكات في عصور المملكة القديمة والمملكة الوسطى وأوائل المملكة الحديثة والانتقالية الأولى والثانية. أقدم الأهرام المصرية هي تلك الموجودة في سقارة غرب منف، وعلى وجه التحديد هرم زوسر الذي يشيد نحو 2000 سنة قبل الميلاد في عهد الأسرة الثالثة. أما أشهر الأهرامات فهي أهرام الجيزة التي منها هرم خوفو أكبر الأهرام المصرية والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة. الأهرامات المصرية هي مقابر ملكية ضخمة بنيت للفرعونية، وأشهرها أهرامات الجيزة، خوفو، خفرع، منكاورع، التي كانت مغطاة بحجر جيري أبيض لامع وتعد من عجائب الدنيا السبع الباقية، تتميز بدقة هندسية فلكية وتوزيع وزن مذهل، استخدمت فيها تقنيات بناء متقدمة، ولا تزال الأسرار حول طريقة بنائها الكاملة محل دراسة، وتعد رمزا للحضارة المصرية القديمة ومصدر جذب سياحي واقتصادي رئيسي. 10 معلومات عن الأهرامات. مقابر ملكية كانت تبنى لتكون مقابر للفراعنة والملكات لضمان حياة أبدية، ويتم دفنهم مع كنوزهم. الهرم الأكبر هرم خوفو كان أطول مبنى من صنع الإنسان لأكثر من 3800 عام، بارتفاع أصلي يبلغ حوالي 146 متراً. استغرق بناء سور الصين العظيم أكثر من 2000 عام تقريباً، حيث بدأ في القرن الثالث قبل الميلاد واستمر بناء أجزائه على مدى قرون عديدة تحت حكم العديد من السلالات الحاكمة. لم يتم بناء سور واحد متصل في فترة واحدة، بل كانت هناك مراحل متعددة ومشاريع ربط وتوسيع لأجزاء سابقة. بداية البناء بدأت الأجزاء الأولى من السور في القرن الثالث قبل الميلاد. أكبر عمليات البناء شهدت فترة أسرة مينغ من 1368